اسمي فيروز متعافية، او ده اللي بحاول اعمله بعد ما قريت كتاب أمة الدوبامين. قررت التعافي، ولو ما شفتش الفيديو اللي فات شوف. الكاتبة قالت ان التعافي من الادمان بياخد من يوم ل 30 يوم، مع شوية كده اعراض انسحاب زي الملل والصداع والميل الى العزلة والاكتئاب وخلافه. والحل في صوم الدوبامين. الطريقة الأولى صوم الدوبامين الأول، وده إنك تمنع نفسك عن الحاجات اللي أنت مدمنها 30 يوم على الأقل، وتتحمل الأعراض الانسحابية معلش، وتحاول بقى تشغل نفسك ووقتك بحاجات مفيدة. وبعد ال30 يوم ممكن ترجع للحاجة دي تاني لو ما كانتش يعني مضرة ليك، بس بتبتدي تنظم استهلاكك للحاجة دي. يعني لو مدمنة مسلسلات خدي لك حلقة حلقتين، ما تكريش المسلسل كده في قعدة. اعرف ان اي حاجة بالقدر الطبيعي بتاعها كويس، والزيادة منها مضرة. الطريقة التانية صوم الدوبامين الثاني، وبالطريقة دي بتختاري يوم واحد في الاسبوع بس تمتنع بيه عن الحاجة اللي انت مدمنها، وتحط بدلها حاجة مفيدة. ممكن تحط اي نشاط ممتع ليك وتكون انت بتستمتع وانت بتعمله. اعمل اي حاجة انت عايزها، بس اهم حاجة ما تقعدش فاضي. ما انت لو قعدت فاضي هتسيب نفسك لدماغك وهتسوح. تفتكروا سهل ان احنا نسيب الحاجة اللي بتبسطنا، خاصة يعني انها مش عيب ولا حرام؟ قولولي في الكومنت.